بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين، وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين، اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى، إخوتي وأخواتي، أبنائي بناتي. أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن تكونوا بخير دائما، وأن نعيش ونموت على ولاية أمير المؤمنين في الدنيا والآخرة. لا زلنا في بحثنا عن امرأة هي رأس الكفر والكذب في بيئة الانحطاط وأسرة الانحراف، الحلقة 53 بعنوان: وما أدراك ما رضاع الكبير. موضوع جدا جدا مهم. نريد نعرف ما هي الفتوى التي أفتتها عائشة برضاع الكبير، وهل هي فتوى حقيقية أم موجودة في الكتب فقط؟ تجدون حلقات هذا البحث وكل البحوث الأخرى بصوتنا على اليوتيوب في قناتنا الأولى ظاهر الدين الولاية باطن الدين البراءة 1394، وقناتنا الثانية راوي حديث العترة الطاهرة 1394. أتمنى منكم بهاي الحلقة أن تركزون، تستمعون جيدا لما سنقوله بهذا الخصوص. أحدث اختلاف الرجال والغلمان. الاختلاف يعني دخول ناس وخروج ناس. يقول لك اختلاف الرجال والغلمان على عائشة لغطا وبلبلة في بادئ الأمر على ما يظهر من رواشح الحديث والتاريخ. وكان لأم المؤمنين أم سلمة رضوان الله تعالى عليها موقف مشرف في نهي عائشة عن هذا المنكر والمجون، وتابعها عليه سائر أزواج رسول الله صلى الله عليه وآله، فإنهن رفضن العمل بفتوى عائشة في جواز رضاع الكبير. إذن هناك فتوى لإدخال الرجال عليهن، عدا حفصة التي انحازت، حفصة بنت عمر بن الخطاب لعنة الله تعالى عليه، التي انحازت كعادتها إلى جانب عائشة. وهذا الانحياز أمر طبيعي، لأن كلا يميل إلى مثيله. ولن تجد حفصة فرصة أعظم من التي وفرتها عائشة لتفريغ الشحنات الجنسية. لقد كانت عائشة عفوا تستميت لأجل جعل بابها مفتوحا أمام الرجال وأن لا تحرم من دخولهم عليها، ولذا حين أنكر عليها ذلك اختلقت واقعة لا حقيقة لها، حكاية يعني، وهي أن النبي صلى الله عليه وآله أجاز عفوا أجاز إرضاع الكبير، ورتب عليه ما يترتب من آثار رضاع الصغير. فادعت إنه صلى الله عليه وآله أمر سهل بنت سهيل بن عمرو أن ترضع سالما مولى أبي حذيفة. مولى يعني عبد عند أبو حذيفة. سالم هذا لعنه الله كان أحد رجال أبي بكر وعمر الذين يكنون عداء شديدا لآل محمد صلوات الله تعالى عليهم، وكانت له أدوار خطيرة في إنجاح استيلائهما على الحكم، منها تعاقده مع المتعاقدين في جوف الكعبة على إقصاء آل محمد صلوات الله تعالى عليهم عن حقهم في الخلافة، كما مر ذكره في الحلقات السابقة، ومشاركته من ثم في الهجوم الإرهابي على بيت السيدة فاطمة الزهراء صلوات الله تعالى عليها. يعني هذا سالم، هذا السافل لعنة الله عليه مولى أبي حذيفة، كان من المشاركين بالهجوم على الدار لإجبار من فيه على مبايعة أبي بكر والرضوخ لحكومة الانقلابيين، كما ذكره شيخنا المفيد رحمه الله في الاختصاص، كتاب الاختصاص صفحة 186. وقد حفظ له عمر بن الخطاب أفضاله وخدماته لعنة الله عليهم، فكان يتمنى حين طعن لو كان سالما حيا حتى يوليه الخلافة بدلا من جعلها شورى، مع أنه عبد فارسي عتيق يعني معتوق.
كان عبد وعتقوه، وهو فارسي إيراني. من يجونك يقولوا لك أنتم الشيعة، يقولون لنا أنتم الشيعة فرس ومجوس وكذا. لا بابا، أنتم علماءكم وصحابتكم الأجلاء عندكم كلكم فرس، أنتم ناس فرس عجم. وما ذاك إلا لأن سالما ساق السلطة إلى عمر وإلى صاحبه عنوة بعدما كادت أن تطير من أيديهما إلى الأبد. فقد روى ابن عبد البر في الاستيعاب الجزء الرابع صفحة 101 قول عمر: لو كان سالما حيا، هاي بالمصادر نعطيكم إياها، ما جعلتها شورى. وهو ظاهر في التولية أو في التولية، وإن جهدوا لتفسيره بمعنى إنه يحل محل الشورى فيختار هو الخليفة. ماكو شي حكي، هذا كلام غير صحيح. على أن تلك أيضا دلالة على عظم ما لسالم في قلب عمر، إذ يكتفي برأيه ويقدمه على كبار المهاجرين والأنصار. يجوز كان ينطيه دواء، لأن عمر عنده داء علاجه ماء الرجال، يجوز هذا كان ينطيه ماء الرجال على مود يرتاح عمر، فينطيه علاج خطير. هذا هسه عرفنا سالم منه، هذا السافل ابن السافل لعنة الله عليه وعلى أبو بكر وعمر، مع أنه رجل كبير ذو لحية. يعني هاي عائشة تقول بأن النبي صلى الله عليه وآله، وهو كذب على الله ورسوله، أمر سهلة بنت سهيل بن عمرو أن ترضع سالما مولى أبي حذيفة، مع أنه رجل كبير ذو لحية عنده لحية، ليكون في حكم ابنها من الرضاعة ويدخل عليها بلا حرج. وبهذا تتملص عائشة من تبعات ما تفعل، بحجة إنها لم تفعل شيئا سوى الأخذ بهذه الرخصة. روى مسلم وأحمد بن حنبل عن زينب بنت أبي سلمى قالت أم سلمة لعائشة: إنه يدخل عليك الغلام الأيفاع. هاي الرواية مع الغلام الأيفاع الذي ما أحب أن يدخل علي. فقالت عائشة: أما لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة؟ قالت: إن امرأة أبي حذيفة. هيا تقول عائشة: قالت: يا رسول الله، إن سالما يدخل علي وهو رجل، وفي نفس أبي حذيفة منه شيئا. فقال صلى الله عليه وآله: هذا الكذب على الله ورسوله، ارضعيه حتى يدخل عليك. نجد هذا الحديث في صحيح مسلم الجزء الرابع صفحة 169، ومسند أحمد بن حنبل الجزء السادس صفحة 174. والغلام الأيفع هو المراهق الذي بلغ للتو أو قارب البلوغ. والواضح من سيرة عائشة إنها كانت تهوى الغلمان الملاح، وكانت تفضلهم على المسنين من الرجال، وهذا ما يفسر تقريبها لأمثال عبد الرحمن بن الأسود وأبي سلمة بن عبد الرحمن وأمثالهما. روى مسلم عن زينب بنت أبي سلمى، هاي نجي الروايات كلها، ما أنطيهم مجال أن على والديهم من كتبهم ومن صحاحهم. روى مسلم عن زينب بنت أبي سلمى قالت: سمعت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وآله تقول لعائشة: والله ما تطيب نفسي أن يراني الغلام قد استغنى عن الرضاع. فقالت: لما؟ قد جاءت سهلة بنت سهيل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقالت: يا رسول الله، إني لا أرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم. قالت: فقال صلى الله عليه وآله: أرضعيه. فقالت: إنه ذو لحية. شلون يا رسول الله هذا عنده لحية؟ فقال: أرضعيه يذهب ما في وجه أبي حذيفة. فقالت: والله ما عرفته في وجه أبي حذيفة، يعني هذا رضعته وصار زين أبو حذيفة، ظل ما يغار بعد. نجده في صحيح مسلم، سقيم مسلم الجزء الرابع صفحة 169.
وروى مسلم وأحمد بن حنبل والبيهقي عن زينب بنت أبي سلمة أن أمها أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وآله كانت تقول: أبي سائر أبا سائر أزواج، يعني رضوا، أبا سائر أزواج النبي صلى الله عليه وآله أن يدخل عليهن أحدا بتلك الرضاع. وقلنا لعائشة: والله ما نرى هذا إلا رخصة أرخصها رسول الله صلى الله عليه وآله لسالما خاصة، فما هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة ولا رأينا أو رؤينا. تقييم مسلم، صحيح مسلم الجزء الرابع صفحة 170، ومسند أحمد الجزء السادس صفحة 312، وسنن البيهقي الجزء السابع صفحة 460. وروى مالك بن أنس وابن حبان عن عروة بن الزبير: فأخذت بذلك عائشة أم الفاسقين في من كانت تحب أن يدخل عليها من الرجال، وأبى سائر أزواج النبي صلى الله عليه وآله أن يدخل عليهن بتلك الرضاعة أحدا من الناس. وقلنا: لا والله ما نرى الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وآله سهلة بنت سهيل إلا رخصة من رسول الله صلى الله عليه وآله في رضاعة سالم وحده. أي إذا هذا الكلام صحيح، يعني هذا كله كذب بأن زوجات النبي قالن كذا. لا والله لا يدخل علينا بهذه الرضاعة أحدا، فعلى هذا كان أزواج النبي صلى الله عليه وآله في فعلى هذا كان أزواج النبي صلى الله عليه وآله في رضاعة الكبير. تجده في موطئ مالك الجزء الثاني صفحة 606، وصحيح ابن حبان الجزء العاشر صفحة 28. وروى أحمد بن حنبل والطبراني عن عروة بن الزبير لعنهم الله. السفل ذولي. يقول: فبذلك كانت عائشة تأمر أخواتها وبنات أخواتها أن يرضعن من أحبت عائشة أن يراها ويدخل عليها وإن كان كبيرا. 5 رضعات. كم رضعة لازم يلتقم ثدي المرأة؟ رجل كبير عمره 15 وفوق، 30 40 50 60، أي واحد عائشة تريده يدخل عليها بدون حجاب وبدون ساتر. يقول: فبذلك كانت عائشة تأمر أخواتها وبنات أخواتها أن يرضعن من أحبت عائشة أن يراها ويدخل عليها وإن كان كبيرا. 5 رضعات ثم يدخل عليها، يعني ذني واقفات بالباب كل وحده مطلعه صدرها، اللي يجي ياخذ له 5 رضعات ويطب، والثاني يجي ياخذ له 5 رضعات ويطب. بيت مال دعاره، حتى بيت الدعاره ما يصير بيجي. 5 رضعات ثم يدخل عليها. وأبت أم سلمة وسائر أزواج النبي صلى الله عليه وآله أن يدخلن عليهن بتلك الرضاعة أحدا من الناس حتى يرضعوا في المهد، بس الطفل. وقلنا لعائشة: والله ما ندري لعلها كانت رخصة من رسول الله صلى الله عليه وآله لسالم من دون الناس. نجده في مسند أحمد الجزء السابع صفحة 271، ومسند الشاميين للطبراني الجزء الرابع صفحة 191. كان هذا موقف أم سلمة وسائر أزواج النبي صلى الله عليه وآله تجاه ما زعمت عائشة، فإنه على فرض صحة وقوعه لا يكون إلا رخصة لسالم وحده، ولا يكون ذريعة لأن تدخل نساء النبي صلى الله عليه وآله عليهن الرجال. فكيف لو لم يصح وقوع هذا الذي زعمت عائشة أصلا كما سيتبين. أما موقف حفصة يوقفكم عليه الطبري، إذ ينقل عنه ابن حجر أنه ساق بإسناده الصحيح عن حفصة مثل قول عائشة، وهو مما يخص به عموم قول أم سلمة: أبى سائر أزواج النبي صلى الله عليه وآله أن يدخلن عليهن بتلك الرضاعة أحدا.
نجده في فتح الباري في شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني، جزء التاسع صفحة 122، عن تهذيب الآثار للطبري. إذن لقد انقسم أزواج النبي، يعني كلمة زوج باللغة العربية هي الصح، يعني زوج الرجل وزوج المرأة، ماكو زوجة، هاي الزوجة مو لغة عربية، مو صحيح. عفوا. لقد انقسم أزواج النبي صلى الله عليه وآله إلى حزبين: حزب فيه أم سلمة رحمها الله وسائر الأزواج، وقد رفضن رفضا قاطعا ما تفعل عائشة، وأقسمن على ذلك إذ قلنا لا والله لا يدخل علينا بهذه الرضاعة أحدا، ما هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة ولا رأينا. والحزب الآخر فيه عائشة وحفصة اللتان سولتا لأنفسهما ذلك. كانت حفصة على الدوام أخلص من في حزب عائشة لها، ولم تتزحزح عن ولائها لها ولا ضعفت عن تأييدها قط، كما وقع بعض الأحيان من الأخريات اللاتي كن في هذا الحزب. روى البخاري في صحيحه الجزء الثالث صفحة 132 عن عروة بن الزبير عن عائشة لعنهم الله جميعا إن نساء رسول الله صلى الله عليه وآله كن حزبين، فحزب فيه عائشة وحفصة وصفية وسودة، والحزب الآخر أم سلمة وسائر نساء الرسول صلى الله عليه وآله. هذا السافل هذا البخاري يقول: وكانت الشرارة في هذا الانقسام ملاحظة أم سلمة دخول الغلمان المراهقين على عائشة، وذلك قولها لها إنه يدخل عليك الغلام الأيفع الذي ما أحب أن يدخل علي، والله ما تطيب نفسي أن يراني الغلام قد استغنى عن الرضاعة. أم سلمة وين هاي السافلة، وين الساقطة، جاب هاي على هاي. وقد أكدت أم سلمة رحمها الله وسائر الأزواج الحكم الشرعي في أن رضاع الكبير لا ينشر الحرمة، وإنما الذي ينشر الحرمة هو ذاك الرضاع الذي يكون في المهد، أي يكون الرضيع فيه طفلا صغيرا، وذلك ما جاء في رواية أحمد والطبراني: وأبت أم سلمة وسائر أزواج النبي صلى الله عليه وآله أن يدخلن عليهن بتلك الرضاعة أحدا من الناس حتى يرضع في المهد، إلا أن عائشة لم تكترث، وطفقت تحدث بأكذوبة سالم ورضاعه وهو كبير ذو لحية من سهلة بنت سهيل، ليكون ذلك حجة لها وتبريرا لتولي الرجال على الدخول عليها بعد إذ رضعوا من أخواتها وبنات أخواتها. وهكذا فشت هذه الأحاديث البشعة في رضاع الكبير، والتي كانت ولا تزال مطعنا من مطاعن الكفار في رسول الإسلام صلى الله عليه وآله. وإليكم طائفة منها. روى مسلم وابن ماجه عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت: جاءت سهلة بنت سهيل إلى النبي صلى الله عليه وآله فقالت: يا رسول الله، إني أرى في وجه أبي حذيفة زوجه من دخول سالم وهو حليفة. فقال النبي صلى الله عليه وآله: أرضعيه. قالت: وكيف أرضعه وهو رجل كبير؟ فتبسم رسول الله صلى الله عليه وآله وقال: قد علمت إنه رجل كبير، عادي أنا أدري به رجل كبير. هذا كذب على الله ورسوله. نجده في صحيح مسلم الجزء الرابع صفحة 168، وسنن ابن ماجه الجزء الأول صفحة 625 واللفظ للأول. وروى مسلم والنسائي عن القاسم، ذول السفلة اللي كله كذب في كذب في كذب، الأحاديث اللي يروونها واللي صدقت بها الناس كلها.
وروى مسلم والنسائي عن القاسم عن عائشة أن سالما مولى أبي حذيفة كان مع أبي حذيفة وأهله في بيتهم، فأتت تعني ابنة سهيل النبي صلى الله عليه وآله فقالت إن سالما قد بلغ ما يبلغ الرجال وعقل ما عقلوا، وإنه يدخل علينا، وإني أظن أن في نفس أبي حذيفة من ذلك شيئا. فقال لها النبي صلى الله عليه وآله أرضعيه تحرمي عليه، ويذهب الذي في نفس أبي حذيفة. فرجعت فقالت إني قد أرضعته، فذهب الذي في نفس أبي حذيفة. المصدر نفسه صحيح مسلم وسنن النساء جزء الثالث صفحة 305. وروى أحمد بن حنبل والنسائي والبيهقي عن القاسم بن محمد عن عائشة جاءت سهلة بنت سهيل فقالت يا رسول الله إني أرى في وجه أبي حذيفة شيئا من دخول سالما عليه، فقال أرضعيه. فقالت كيف أرضعه وهو رجل كبير؟ فضحك رسول الله صلى الله عليه وآله وقال ألست أعلم إنه رجل كبير؟ ثم جاءت فقالت ما رأيت في وجه أبي حذيفة شيئا أكرهه، يعني بعد أن رضعته. نجده في مسند أحمد الجزء السادس صفحة 39، وسنن النسائي الجزء السادس صفحة 104، وسنن البيهقي الجزء السابع صفحة 459، واللفظ للأولين. ورواه أحمد بن حنبل عن عروة بن الزبير عن عائشة لعنهم الله جميعا قالت أتت سهلة بنت سهيل رسول الله صلى الله عليه وآله، هم طبعا كاتبين صلى الله وسلم، فقالت له يا رسول الله إن سالما كان منا حيث قد علمت إنا كنا نعده ولدا، يعني بعد صغير، وكان يدخل علي كيف شاء لا نحتشم منه، فلما أنزل الله فيه وفي أشباهه ما أنزل أنكرت وجه أبي حذيفة إذ رآه يدخل علي. قال فأرضعيه 10 رضعات. شلون أفتت عيوشة ب5 تنزيلات. ثم ليدخل عليك كيف شاء فإنما هو ابنك. فكانت عائشة تراه عاما للمسلمين، تقول أنا هذا الحكم يعني شفته عام لكل واحد مو بس السالم. وكان من سواها من أزواج النبي صلى الله عليه وآله يرى أنها كانت خاصة لسالم مولى أبي حذيفة الذي ذكرت سهلة من شأنه رخصة له. نجده في مسند أحمد الجزء السابع صفحة 269. نجيب كل الروايات من كتبهم السفلة، طبعا ما نعطيهم مجال، خاف واحد يقول لك لا وشنو ومنو. وروى أحمد بن حنبل والطبراني عن عروة عن عائشة قالت أتت سهلة بنت سهيل ابن عمرو وكانت تحت أبي حذيفة زوجته يعني بن عتبة، هذا أبي حذيفة بن عتبة رسول الله صلى الله عليه وآله، فقالت إن سالما مولى أبي حذيفة يدخل علينا وأنا فضل وإنا كنا نراه ولدا، وكان أبو حذيفة تبناه كما تبنى رسول الله صلى الله عليه وآله زيدا، فأنزل الله ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وآله عند ذلك أن ترضع سالما، فأرضعته 5 مرات. هسه ذيك الرواية يقول لك 10، هنا تقول لك 5، وكان بمنزلة ولدها من الرضاعة. المصدر نفسه مسند أحمد بن حنبل الجزء السابع صفحة 271، ومسند الشاميين للطبراني الجزء الرابع صفحة 191، واللفظ للأول. وأنا فضل أي ألبس ثوبا واحدا رقيقا للنوم، يعني خاف يشوفني بثوب النوم. شلون يا رسول الله؟ أرضعيه، يلي الثوب وخليه يرضع يصير ابنك. شلون يصير ابنك ما أدري. المهم هذا هو دينهم البكرية. ولعلكم لاحظتم أن الحديثين الأخيرين يتنافيان في عدد الرضعات اللازمة. ففي الأول إن النبي صلى الله عليه وآله قال فأرضعيه 10 رضعات ثم ليدخل عليك، ومعنى ذلك إن صيرورته ابنا من الرضاع يحل دخوله عليها لا يكون إلا بإتمام هذا العدد من الرضعات وهو 10. فكيف جاء في الحديث الثاني إنها اكتفت ب5 رضعات، حيث تقول عائشة وأرضعته 5 رضعات،
وكان بمنزلة ولدها من الرضاعة. ليس من المستغرب أن تقع عائشة في هذا التنافي، فقد مر عليكم في الحلقات السابقة موارد عدة من هذا القبيل في أحاديثها، وهي إنما تكشف عن أن عائشة كاذبة، لأن الكاذب يضطرب في أحاديثه فتأتي متنافية متضادة كما هو معلوم. غير أن الحميراء بعدما انتبهت لهذا التنافي سعت لأن تخرج نفسها من هذه الورطة بما يدعم فتواها في رضاع الكبير، ولم تجد مخرجا إلا أن تزعم أمرا هو أفظع من قصة سالم وسهلة، وهو أن تشريع رضاع الكبير قد جاء في القرآن الحكيم ب10 رضعات، ثم نسخ ب5 رضعات. يعني تكذب على الله ورسوله والقرآن والفرقان والدنيا، وبهذا يرتفع التنافي في أحاديثها. ولأن سأل سائل عن مئال هذه الآيات وكيف فقدت من القرآن، أجابته بأن السبب في ذلك سخلة، بالعراق يسمونها صخلة الحيوان، يعني معزة، لذلك أن سخلة كانت قد أكلت الصحيفة التي فيها تلك الآيات تحت سريرها فضاعت. وبهذا قادت عائشة الأمة إلى الشك في سلامة القرآن الحكيم من النقصان والضياع. الدليل شنو على هذا الكلام؟ روى، وما أكثر الرواة عن هذه الساقطة السافلة. روى ابن ماجه وأحمد بن حنبل عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت: لقد نزلت آية الرجم ورضاع الكبير 10، ولقد كانت في صحيفة تحت سريري. شو سوى تحت سريرك؟ يعني النبي صلى الله عليه وآله ما قال للناس اكتبوها عندكم، بس هي نسخة واحدة وجوا سريرك واجت سخلة أكلتها. ورضاع الكبير 10، ولقد كان في صحيفة تحت سريري، فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نبلغ بها وتشاغلنا بموته، دخل داج فأكلها. الداجن أي حيوان بالبيت، من الطيور، الدجاج، الكذا، من الحيوانات، السخلة، الشاة، أي حيوان يسمونه داجن، يعني بالبيت موجود يربى في البيت. دخل داج فأكلها. وين نلقى هاي؟ في سنن ابن ماجه الجزء الأول صفحة 626، ومسند أحمد الجزء السادس صفحة 269، واللفظ للأول: والداجن سخلة أو شاة في البيت يسمونه داجن. وروى مسلم والنسائي والدارمي وابن حبان عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة أنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات، 10 رضعات معلومات يحرمنا، ثم نسخنا ب5 معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وآله وهن فيما يقرأ من القرآن. بس بعدين راحن نجده في صحيح مسلم الجزء الرابع صفحة 167، وسنن النسائي الجزء السادس صفحة 100، وسنن الدارمي الجزء الثاني صفحة 157، وصحيح ابن حبان الجزء العاشر صفحة 36، وغيرها كثير، واللفظ للأول. ولا يخفى أن قولها فتوفي رسول الله صلى الله عليه وآله وهن فيما يقرأ من القرآن ظاهرا في أن آية الخمس أو ال5 المعلومات لم تنسخ، وإنما ضاعت كما ضاعت آية ال10 بدخول داج قد أكل الصحيفة تحت السرير. فتأويل أهل الخلاف بأنها عنت إن الناس لم يبلغهم النسخ فظلوا يقرؤونها لتأخر نزولها إلى ما قارب استشهاد النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، وهو تأويل سخيف متهافت ولا يشفع له دليل ولا حتى قرينة متصلة أو منفصلة على أن أتباع أهل البيت صلوات الله تعالى عليهم نحن لا نسلم بوقوع النسخ في تلاوة القرآن الحكيم، وذلك قوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننساها نأتي بخير منها أو مثلها.
فلا يرتفع اللفظ، وإنما يبقى مع نزول آية أخرى تنسخ الحكم. وأيا كان فلا يمكن التسليم بأن الناسخ ينسخ أيضا أو ينسخ أيضا. نعني أن تنزل آية ثم تتلوها آية تنسخها، ولا تبقى الآية الناسخة بل تنسخ وتذهب دون أن يؤتى بخير منها أو مثلها. فما ادعته عائشة في هذا المقام لم يكن إلا ضربا من الطيش، ولم يبلغنا مثله عن أحد سواها. ماكو، ما لقينا هذا الشيء. وروى عبد الرزاق، هذا صاحبنا عبد الرزاق، عن عائشة الصنعاني عن عائشة قالت: لقد كان في كتاب الله عز وجل 10 رضعات، ثم رد ذلك إلى 5، ولكن من كتاب الله ما قبض مع النبي صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وسلم. هي تقول، مو احنا. نجده في مصنف عبد الرزاق الصنعاني جزء السابع صفحة 470. هكذا قدحت عائشة في كتاب الله عز وجل، وجعلت إرادة دخلتها تغلب إرادة الله سبحانه وتعالى القائل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أي هم يقولون بأن نحن نزلنا الذكر القرآن، هم يقولون القرآن. إحنا الرافضة نقول بأن الذكر هو الإمام المعصوم. هم يقولون شكل وإحنا نقول شكل. إحنا نروي عن الأئمة، هم يروون عن السخلة، هاي الصخلة اللي أكلت الصحيفة، صخلتهم تقول. سورة الحجر العاشرة بعد البسملة. فلم يتمكن الله حاشاه سبحانه وتعالى أن يحفظ وحيه من سخلة أكلت الصحيفة التي فيها آياته، مع أنها لم تنسخ، بدلالة أن النبي صلى الله عليه وآله قد استشهد وهن فيما يقرأ من القرآن. والعجب كيف نزلت آيات الرضاع الكبير 10 ثم 5، ولم يبلغنا من طريق من الطرق أن أحدا من المسلمين قد تلاها أو حفظها سوى عائشة، ومع ذا فقد ضاعت بسبب الداجين على هاي الصخيلة، يعني سودة وسمينة وصقلتها وياها. جاءت آثار عدة تفصح عن اعتقاد عائشة بوقوع التحريف والخطأ والنقصان في القرآن الحكيم، منها ما رواه السيوطي في تفسيره الجزء الثاني صفحة 246 عن أبي عبيد وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن جرير وابن أبي داود وابن المنذر عن عروة قال: سئلت عائشة عن لحن القرآن: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والمقيمون الصلاة والمؤتون الزكاة، والآية إن هذان لساحران، فقالت: يا ابن أختي، هذا عمل الكتاب أخطأوا في الكتاب. وفي لفظ ابن شبة في تاريخ المدينة جزء الثالث صفحة 1014: أي بني إن الكتاب يخطئون. ومنها ما رواه السيوطي في تفسيره الجزء الثاني صفحة 346 عن ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ وأبي مردويه عن عائشة قالت: كان الحواريون أعلم بالله من أن يقولوا هل يستطيع ربك، إنما قالوا هل تستطيع أنت ربك، هل تستطيع أن تدعوه. ومنها ما رواه أحمد بن حنبل في مسنده الجزء السادس صفحة 95 عن أبي خلف مولى بني جمح أنه دخل مع عبيد بن عمير على عائشة أم الفاسقين في سقيفة زمزم، ليس في المسجد غيرها ظل غيرها بس هي، فقالت: مرحبا وأهلا بأبي عاصم، يعني عبيد بن عمير، ما يمنعك أن تزورنا أو تلم بنا؟ فقال: أخشى أن أملك. فقالت: ما كنت تفعل؟ قال: جئت أن أسألك. يعني الكلام اللي ينقلونه عن هذه المرأة
السافلة الساقطة. كلام يعني الطفل ما يصدق بيه، ما يصدق بيه. يعني هسه انت من تحكي وي انسان عالم، يسمي نفسه عالم، يسمي نفسه مرجع، يسمي نفسه استاذ، يسمي نفسه باحث، وتقول له اكو آية بالقرآن اجى السفلة بالبيت واكلتها، يقول لك ايه ما بيها شيء، وارد هذا الشيء يصير، لان قبل هم عندهم بالبيت داجن، عندهم حيوانات يستفادون منها، من حليبها، من البيض، من لحومها، من اي شيء. هذا وارد. يعني احنا ما نقول لا مو صحيح ماكو داجن بالبيوت، لا اكو. لكن هل من المعقول بان ايات او آية مهمة تخص الناس وتهمهم بحياتهم مكتوبة على جلد واحد او ورقة، وما موجود بس نسخة واحدة منها، وهاي النسخة في حجرة عائشة، بس بحجرة عائشة هاي النسخة، ولا واحد من المسلمين سمع بالآية اللي بيها، ولا واحد. وإجا الداجن أكلها، راحت هاي الآية، وظلت هي ترويها وتحلف، وداعت الوالد، وداعت عموري عمر بن الخطاب، وداعت حفوصة بين هاي الآية موجودة، وإجا السخلة أكلتها. زين أنت من ترويها عنها، هسه هي كذبت. اكو مثل يقول لك الكذب المصفط احسن من الصدق المخربط. هسه هذا كذب ومخربط، ما مصفط. المهم، فقالها هذا السافل، قال جئت اسالك عن ايه في كتاب الله عز وجل، كيف كان رسول الله صلى الله عليه واله يقراها؟ فقالت ايه آية، فقال الذين يؤتون ما أوتوا، أو الذين يأتون ما أوتوا. فقالت أيتهما أحب إليك؟ قال قلت والذي نفسي بيده لإحداهما أحب إلي من الدنيا جميعا، أو الدنيا وما فيها. قالت أيتهما؟ قلت الذين يأتون ما أوتوا. قالت أشهد إن رسول الله صلى الله عليه وآله كذلك كان يقرأها وكذلك أنزلت. يعني تشهد كذب، شهادتها كاذبة على الله ورسوله. أو قالت أشهد لكذلك أنزلت وكذلك كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقرأها، ولكن الهجاء حرف. ومنها ما رواه الدارقطني. يعني هاي كلهم هم ذولي الجهلاء من يسمونهم علماءهم، عن عروة عن عائشة لعنة الله عليه جميعا، قال نزلت فعدة من أيام أخر متتابعات فسقطت متتابعات. يعني كانت الآية تقول فعدة من أيام أخر متتابعات. ومنها ما رواه مسلم في صحيح الجزء الثاني صفحة 112 عن يونس مولى عائشة أنه قال أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفا، وقالت إذا بلغت هذه الآية فأذني، يعني قل لي حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فلما بلغتها أذنتها فأملت عليه حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين. هي الزيادة هاي من عندها والنقصان. قالت عائشة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وآله. وقد ظلت هذه الزيادة وصلاة العصر مثبتة في مصحفها إلى أن هلكت بدلالة وقوف هشام بن عروة عليها، وهو ممن تأخر ميلاده. فقد روى عبد الرزاق هذا صنعاني في مصنفه الجزء الأول صفحة 578 عن هشام بن عروة قال قرأت في مصحف عائشة رضي الشيطان عنها حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين. هو يقول والله ما ندري هسه احنا ايش نحكي ايش نقول ما ندري. المهم نكمل. ان الحميراء لا يهمها ان تطعن في كتاب الله تعالى وتطعن في رسول الله صلى الله عليه واله وتطعن في الاسلام وتطعن في كل شيء، ما دام ذلك يساعدها على ابقاء بيتها مفتوحا
أهم شيء البيت مفتوح للدعارة أمام الرجال الأجانب والغلمان الحسان، غير أن الحمقاء لم تنتبه إلا أن دعواها هذه بنزول آية الرضاع 10 ثم نسخها ب5 لا يرفع التنافي في أحاديثها ولا يحل الإشكال، ذلك لأنها زعمت في الحديث الأول إن النبي صلى الله عليه وآله قال لسهلة أرضعيه 10 رضعات ثم ليدخل عليك كيف شاء فإنما هو ابنك. وفي الحديث الآخر قالت فأمرها رسول الله صلى الله عليه وآله عند ذلك أن ترضع سالما فأرضعته 5 رضعات وكان بمنزلة ولدها من الرضاعة. فإن قيل إن أمره صلى الله عليه وآله كان ب10 رضعات إذا قالوا فمعنى ذلك إن النسخ ب5 لم ينزل بعد، وعليه كان لزوما على سهلة أن ترضع سالما 10 ليكون بمنزلة ولدها من الرضاع، فكيف اكتفت ب5؟ إلا أن يقال بأنها تأخرت في إرضاعه إلى ما بعد نزول النسخ ب5، وهذا فضلا عن غياب الدليل عليه وبعده وخلو حديثها منه، فإنه لا يشفع له سياق كلامها إذ فيه فاء العطف المفيدة للترتيب والتعقيب، أي أن إرضاعها إياه 5 جاء مرتبا على أمره صلى الله عليه وآله بإرضاعه، فلازمه أن يكون أمره ب5 لا 10، فالتنافي إذن على حاله. وعلى أي حال فإن عائشة باختلاقها قصة سالم وسهلة وتشريعها رضاع الكبير قريت قرية لا يغسلها ماء البحر، فإن أبناءها أعياهم غسلها عبر التاريخ رغم كل ما طرحوه ويطرحونه إلى اليوم من توجيهات ومخارق لمأزق رضاع الكبير، فقد ظلت جميعا تمحلات لم تغير من حقيقة بشاعة الموضوع شيئا. وأبرز تلك التمحلات هو ما احتمله القاضي عياض إذ قال لعلها حلبته ثم شربه من غير أن يمس ثديها ولا التقت بشرتهما. يقول يجوز بأن هي طلعت حليب من صدرها بطاسة بشي بإناء وانطت إياه يشرب. وحاول الزرقاني نصرة هذا الاحتمال وتنزيله منزلة الجزم باللوذ بما رواه ابن سعد. قال الزرقاني وكأن القائلين بأن ظاهر الحديث إنه رضع من ثديها لم يقفوا في ذلك على شيء، فقد روى ابن سعد عن الواقدي عن محمد بن عبد الله ابن أخي الزهري عن أبيه لعنة الله عليهم جميعا كان سهلة تحلب في إناء قدر رضعته فيشربه سالم في كل يوم حتى مضت 5 أيام. هاي هم يكذبون على مود يقولون بأن أمنا عائشة ما غلطانة بالفتوى يلزقولها. فيشربه سالم في كل يوم حتى مضت 5 أيام، فكان بعد ذلك يدخل عليها وهي حاسر بدون حجاب رخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لسهله صلى الله عليه وسلم. نجده في شرح موطأ مالك للزرقاني جزء 3 صفحة 291، والخبر في الطبقات الكبرى لابن سعد جزء 3 صفحة 85، وفيه اختلاف طفيف على المنقول. وهذا الكلام مردود من وجوه. إن الرضاعة لغة ليست إلا شرب اللبن من الضرع أو الثدي، يسمونها رضاعة، ولا يقال لمن شرب لبنا إنه رضع أو ارتضع، كما لا يقال لمن سقي أو سقى أحدا لبنا إنه أرضعه. قال ابن فارس في مقياس اللغة الراء والضاد والعين أصل واحد وهو شرب اللبن من الضرع أو الثدي. مقياس اللغة لابن فارس مادة رضع. والذي نسبته عائشة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله في حديث رضاع سالم هذا هو قوله لسهلة أرضعيه، مو شربي من لبنك أو لبنك.
لا قوله لها أسقيه لبنك مثلا. وكذا عبرت عائشة بقولها فأمرها رسول الله صلى الله عليه وآله شنو عند ذلك أن ترضع سالما، فأرضعته 5 رضعات. ولم تقل فأمرها عند ذلك أن تسقي سالما لبنها فسقته 5 مرات. ماكو شك. ولو أن المراد هو الإسقاء لا الإرضاع لما عبر بهذا اللفظ الذي لا يبعث في دلالته على إلا على التقام الثدي والارتضاع منه، لما كان الشبهة في فهم الأمر وإيقاع المأمور في المحظور. قال ابن حزم الأندلسي: لا يسمى إرضاعا إلا ما وضعته المرأة المرضعة من ثديها في فم الرضيع. يقال أرضعته ترضعه إرضاعا، ولا يسمى رضاعة ولا رضاعا إلا أخذ المرضع أو الرضيع بفيه يعني بفمه الثدي وامتصاصه إياه. تقول رضع يرضع رضاعا ورضاعة. وأما كل ما عدا ذلك مما ذكرنا فلا يسمى شيئا منه إرضاعا ولا رضاعة ولا رضاعا، إنما هو حلب وسقاء وشرب وأكل وبلع وحقنة وصعوط وتقطير، ولم يحرم الله عز وجل بهذا شيئا. مصدر المحلى لابن حزم الجزء 10 صفحة 9. وثانيا، لو أن الأمر الذي زعمت عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله أمر به هو أن نسقي أو تسقي سهلة سالما لبنها فقط، لما وجدناها تستوحش من ذلك على نحو ما نسبت إليه عائشة. فإن مجرد إسقاءه اللبن دون أن يطلع على عورتها أو يمص ثديها لا يستوجب كل هذا الاستيحاش الذي حملته أقوالها من قبيل كيف أرضعه وهو رجل كبير إنه ذو لحية. هي جاءت تقول له هذا رجل كبير شلون رضعه؟ بل أن نجد أن بعض رواة أحاديث عائشة في رضاع الكبير استوحشها ولم يطق التحدث بها فكتمها، كابن أبي مليكة الذي مكث سنة لا يحدث بهذا الحديث خوفا ورهبة لما فيه من الشناعة، إلا أن أكد له القاسم بن محمد أن عائشة أخبرته به ودعاه لأن يحدث به ولا يهابه. روى مسلم عن ابن مليكة إن القاسم بن محمد بن أبي بكر أخبره إن عائشة أخبرته الحديث، قال فمكثت سنة أو قريبا منها لا أحدث به وهبته، ثم لقيت القاسم فقلت له لقد حدثتني حديثا ما حدثته بعد أو ما حدثته بعد. قال فما هو؟ فأخبرته. قال فحدثوا عني إن عائشة أخبرتني. وفي لفظ النساء حدث به ولا تهابه. نجده في صحيح مسلم الجزء 4 صفحة 168، وسنن النساء الجزء 6 صفحة 105. وقال النووي في شرح صحيح مسلم الجزء 10 صفحة 32: وفي بعضها رهبته بالراء من الرهبة وهي الخوف. وغني عن البيان إنه لولا صراحة معنى الرضاعة في هذا الحديث وانصرافه إلى مص الكبير اللبن من الثدي مباشرة لما كان ثم داع للمهابة والرهبة والكتمة، إذ ليس في مجرد شرب اللبن من الإناء شيئا يستوحش من التحدث به. وهذه العلة كانت أيضا من وراء بتر البخاري لعنه الله للحديث، فإنه رواه مرتين إلا أنه لم يتمه واكتفى بالإشارة إليه قائلا فذكر الحديث. روى البخاري في صحيح الجزء 5 صفحة 15 عن عروة بن الزبير عن عائشة لعنهم الله جميعا أن أبا حذيفة وكان ممن شاهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم تبنى سالما وأنكحه بنت أخيه هند بنت الوليد بن عتبة لعنهم الله جميعا، وهو مولى لامرأة من الأنصار، كما تبنى رسول الله صلى الله عليه وآله زيدا، وكان من تبنى رجلا في الجاهلية
دعاه الناس إليه وورث من ميراثه حتى أنزل الله تعالى ادعوهم لآبائهم. فجاءت سهل النبي صلى الله عليه وآله فذكر الحديث ما أتكلم به. عفوا. وروى البخاري، هذا السافل الساقط، هذا الكذاب على الله ورسوله، أيضا في صحيحه الجزء السادس صفحة 122. شوفوا هسه بالحديث الأول قال فذكر الحديث أو فذكر الحديث، ما قال شنو هو الحديث. وروى البخاري أيضا في صحيحه الجزء السادس صفحة 122 عن عروة بن الزبير عن عائشة لعنهم الله جميعا أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس وكان ممن شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وآله تبنى سالما وأنكحه بنت أخيه هند بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة وهو مولى لامرأة من الأنصار، كما تبنى النبي صلى الله عليه وآله زيدا. وكان من تبنى رجلا في الجاهلية دعاه الناس إليه وورث من ميراثه حتى أنزل الله ادعوهم لآبائهم إلى قوله ومواليكم فردوا إلى آبائهم. فمن لم يعلموا له أب كان مولا وأخا في الدين. فجاء سهلة بنت سهيل بن عمرو القرشي ثم العامري وهي امرأة أبي حذيفة بن عتبة النبي صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وسلم كاتبين يا رسول الله إنا كنا نرى سالما ولدا وقد أنزل الله فيه ما قد علمت، فذكر الحديث. بس هذا السافل، هذا البخاري السافل الساقط. يعني هم إذا ما عندهم بأن هذا الحديث ما تقدر تحكي به وما تقدر تقوله وما تقدر كذا وتخاف وتستحي، كان ذكروه عادي عندهم. الأمور طبيعية، وأمكم هي تقول خلي بنات أخوها وبنات أختها واقفات بالباب يمصون 5 مصات ويطبون، مو 5 رضعات، 5 مصات، لأن يجونها ناس كبار مو طفل. المهم، وثالثا أن الحق الحقيق في نشر الحرمة بالرضاع هو أن شرطه التقام الصغير الثدي ومص اللبن منه. فلو فرضنا أنه جيء بطفل دون الحولين، يعني دون السنتين، وغذي بلبن امرأة بما يسد جوعه 15 مرة سقاء لا رضاعة، فإن ذلك لا يكون له أثر في نشر الحرمة، ولا يكون هذا الطفل ابنا لتلك المرأة من الرضاعة. فكذلك الكبير على قول عائشة بجواز رضاعه، وهذا بحث فقهي لا مجال لتفصيله هنا، غير أننا نكتفي بالاستشهاد عليه الحديث الصحيح لأم سلمة رضوان الله تعالى عليها الذي رواه الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لا يحرم من الرضاعة أو يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام. سنن الترمذي جزء الثاني صفحة 311، وهو حديث يمثل ردا من أم سلمة على عائشة، ولا مجال للرد على من ادعى أن في الثدي حالا لما فتق أي كائن فيه، أو من ادعى أن معناه في زمنه. فتأملوا في قوله في الثدي لتعلم أن شرط الرضاعة هو أن يرضع منه مباشرة وألا لم يحرم أو يحرم. قال ابن حزم وأما صفة الرضاع المحرم فإنما هو ما امتصه الراضع من ثدي المرضعة بفيه فقط، يعني بفمه. وأما من سقي لبنا أو لبن امرأة فشربه من إناء أو حلب في فيه فبلعه أو أطعمه بخبز أو في طعام أو صب في فمه أو في أنفه أو في أذنه أو حقن به، فكل ذلك لا يحرم شيئا ولو كان ذلك غذاءه دهره كله. هم علماءهم اللي يقولون. تجده في المحلى لابن حزم الجزء العاشر صفحة 9. ورابعها أن الخبر الذي رواه ابن سعد في الطبقات عن أخي الزهري أن سهلة كانت تحلب في إناء ويشربه سالم كل يوم مما لا يصح الاحتجاج به ولا التعويل عليه، لا لضعف سنده وإرساله وتفرده فحسب، بل لأنه معارض
بما هو أقوى منه مما ورد فيه التصريح بالأمر بمص الثدي. فقد روى الطبراني عن القاسم بن محمد عن سهلة بنت سهيل إن سالما مولى أبي حذيفة كان يدخل عليها وقد وضعت ثيابها، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله فقال: أمصيه تحرمي عليه، يعني خليه مص صدرك ويحرم عليك. نجده في المعجم الأوسط للطبراني الجزء السابع صفحة 168. والحديث إنما هو عن عائشة، إذ من البعيد إدراك القاسم لسهلة وهي بعد ممن لم يعهد عنها حديث، وسياق الحديث هو عن الغير فلا يحتمل أن يكون من سهلة نفسها، وليس فيه إنها حدثت القاسم. والعنعنة عن فلان عن فلان غير أبية لسقوط اسم واختصاص القاسم بعائشة مما لا يخفى، وهو من أركان رواية الرضاع الكبير عنها كما تبين ذلك. وقد رواه الطبراني في مواضع أخرى من معجمه عن القاسم ابن محمد عن عائشة بلفظ: أرضعيه تحرمي عليه. فالحديث إذن حديث عائشة لا ريب في ذلك. فيقول أمصيه تحرمي عليه، أي اجعليه يمص ثدييك حتى تحرمي عليه، أو ثديك حتى تحرمي عليه، ويجوز لك أن تضعي ثيابك أو ثيابك أمامه. وأيا يكن فإنه لو تنزلنا عن ذلك وسلمنا بالحلب والسقاء دون الرضاعة والإمصاص فإنه مكمن الشناعة ومورد الفظاعة، وهو في إن عائشة جعلته سببا لدخول الرجال عليها وخلوتها بهم، وهذا هو أساس النكير عليها، مع غض النظر عن التفاصيل المقززة لكيفية رضاع الكبير ولدوره في تهييج الشهوة الجنسية لدى الراضع والمرضع. ولا يتنطعن متنطع أو لا يتطعن متنطع بدعوى أن الذي حمل عائشة على ذلك هو حرصها على تبليغ دين الله تعالى ونشر أحكامه. يعني لا يتنطعن متنطع بدعوى إن الذي حمل عائشة على ذلك هو حرصها على تبليغ دين الله تعالى ونشر أحكامه، فلم يكن لها من حل لتجاوز حرمة الخلوة بأولئك الرجال وإلقاء العلم والحديث إليهم إلا أن يصبحوا محارم لها، ولذا دعت أخواتها وبنات أخواتها إلى إرضاعهم ليدخلوا عليها. يعني هذا يسمونه عذر أقبح من فعل. نقول لا يتنطعن متنطع بذلك ويستبله نفسه، فإن دين الله سبحانه أعز من أن يتوقف تبليغه ونشر أحكامه على عائشة وخلوتها بالرجال. ولو كانت ثم ضرورة حقيقية في ذلك لبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله أوصى به أو دعا إليه، حاشاه. ثم أن سائر نساء النبي صلى الله عليه وآله رأينه كما رأته عائشة، وسمعنه كما سمعته عائشة، وعاشرنه كما عاشرته عائشة، ومع ذلك لم نجد إحداهن كلا حفصة لعنة الله عليها في بعض الأحيان أقدمت على ما أقدمت عليه عائشة من فتح الباب أمام الرجال ومجالستهم ومخالطتهم بحجة نقل أحكام الدين إليهم. فهل إن عائشة كانت أحرص على دين الله منهن؟ دعوا هذا. لماذا لم تكتفي عائشة بالنساء كما سبق وقلنا؟ فإنهن مأمورات بالتفقه بالدين أيضا، ولهن أن ينقلن ما سمعن أو ما سمعن من عائشة إلى أزواجهن وأبنائهن، وفي ذلك الغناء عن مخالطتها الرجال وسماحها لهم بأن يبيتوا في بيتها حتى يجنبوا. دعوا هذا أيضا. هل من ضرورة لأن يصبح كل أولئك الرجال محارم لعائشة عبر رضاع الكبير ليسمعوا منها الحديث ويتعلموا منها الأحكام؟ إن كان الأمر لا يتم إلا بهذا فما بالنا نرى جمعا غفيرا من الرجال قد حدثوا عنها وما كانوا قط محارم لها. فقد حدث عنها عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وأبو هريرة وعمرو بن العاص وابنه عبد الله وأبو موسى الأشعري
وعبد الله بن عباس وزيد بن خالد الجهني وربيعة بن عمرو الجرشي والسائب بن يزيد والحارث بن عبد الله بن نوفل ومسروق بن الأجدع لعنهم الله جميعا. وكانت ممن تحبه أكثر من غيره هذا مسروق. فقد روى ابن عساكر في تاريخ دمشق جزء 16 صفحة 210 عن مسروق قالت عائشة: يا مسروق إنك من ولدي وإنك لمن أحبهم إلي. وكان حين ملاقاته لها شابا فتيا أيضا، فيبدو أنها عجبت به، وكان هو في المقابل مفتونا بها. فقد روى ابن سعد في الطبقات الكبرى جزء 8 صفحة 16: كان مسروق إذا حدث عنها قال: حدثتني الصديقة بنت الصديقة حبيبة حبيب الله المبرأة من كل عيب. هذا العنوان قبل لا ينطي الحديث. وإن شئتم أن تضحكوا فاضحكوا، فأن تكون صاحبة رضاع الكبير مبرأة من كل عيب، فتلك لعمري مضحكة الثكلى. ومنهم أيضا سعيد بن المسيب وعبد الله بن عامر بن ربيعة وعلقمة بن قيس وعلقمة بن وقاص وعلقمة بن قيس وعمرو بن ميمون ومطرب بن عبد الله بن الشخير أو الشخير وهمام بن الحارث وأبو عطية الوادعي وأبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عكيم وعبد الله بن شداد بن الهاد وجبير أو جبير ابن نفير الحضرمي وجميع بن عمير التميمي والحسن البصري، دول كلهم يروون عنها. وغيرهم كثير ممن يصعب إحصائهم، وتلك أحاديثهم عنها مبثوثة في الصحاح والمسانيد مع أنهم ما كانوا من محارمها. إذا لم يكن ثم احتياج لأن يرضعوا لتحدثهم، فلماذا أصرت على أن يرضع رجال آخرون ممن أحبت أن يدخلوا عليها، لأن كانت ورعة تقية إلى حد إنها لا تقبل الحديث مع غير المحرم. فكيف وجدناها تحدث كل هؤلاء الذين ذكرناهم وما كانوا محارم قط لها؟ ولأن كان رضاع الكبير مما لا بد منه لكي يدخل عليها الرجال ويسمعون منها، فكيف دخل كل هؤلاء وسمعوا دون أن ترسل بهم قبل ذلك زرافات ووحدانا إلى أخواتها وبنات أخواتها ليرضعوا منهم أو منهن قبل أن يدخلوا عليها؟ إن هذا الواقع يكشف على أن دفعها بعضهم لأن يرضع رضاع الكبير كانت من ورائه مقاصد أكبر عن مجرد إلقائها الحديث إليهم في لقاء عابر. إنما أرادت الحميراء أن تخلو بهم وترفع الحجاب وتتكشف وتغسل أمامهم وتستظرف معهم وتبيتهم عندها، فيحدث الذي يحدث في الليالي. وجوابها في الصباح لمن أنكر عليها خلوة هؤلاء الرجال بها طول الليل: إنه محرم علي فقد رضع من أختي. وكل هذا يقع بعد أن يستثار الواحد من هؤلاء الرجال أعظم استثارة جنسية بارتضاعه من ثدي أخت لها أو بنت أخت شابة. لذلك قلنا في عنوة هذا المبحث: وما أدراك ما رضاع الكبير، فإنه دعوة للفجور وقنطرة للفاحشة. هذا وقد احتار كبراء أهل الخلاف في كيفية الخلاص من ورطة رضاع الكبير بما يحفظ وجه عائشة ولا يعري سوءتها، ووقعوا في اضطراب كبير عبر التاريخ إلى يومنا هذا. وهم من جانب وجدوا أحاديث الرسول صلى الله عليه وآله صريحة في تقييد الرضاع بحال الصغر قبل الفطام بما ينبت بسببه اللحم وينشز العظم في الحولين، وذلك قوله صلى الله عليه وآله: إنما الرضاعة من المجاعة، وقوله: لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء بالثدي وكان قبل الفطام. نعم.
مر تخريج الحديثين عن البخاري ومسلم والترمذي، والأخير أخرجه أيضا ابن ماجه في سننه جزء الأول صفحة 626 بلفظ آخر عن عروة بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: لا رضاعة إلا ما فتق الأمعاء. وقوله: لا يحرم من الرضاعة المص ولا المصتان، ولا يحرم إلا ما فتق الأمعاء من اللبن. أخرجه البيهقي في سننه الجزء السابع صفحة 456 عن أبي هريرة، وفيه أيضا الدليل على أن الرضاعة تكون بالمص والتقام الثدي، لا كما ادعوا من كفاية السقي. وقوله: لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وأنشز العظم. أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده الجزء الأول صفحة 432 عن ابن مسعود. وقوله: لا رضاع إلا ما كان في الحولين. أخرجه الدارقطني في سننه جزء الرابع صفحة 103 عن ابن عباس. وقبل ذلك صريح قوله سبحانه وتعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. البقرة 234 بعد البسملة. فلا رضاعة بعد الحولين ولا أثر لها شرعا. ثم أين المفر من حرمة اطلاع الأجنبي على ثدي المرأة ولو بقدر الحلمة ومسه لها بفمه ولسانه؟ وين الحرمة؟ وكيف يكون الحرام مقدمة للحلال؟ ماكو حاجة. هذا كلام تافه، كلام سافل، كلام شو نريد نقول عنه؟ يعني ما نقدر شو نقول. ومن جانب آخر وجد هؤلاء أن عائشة خالفت صراحة كل ذلك، وشرعت رضاع الكبير بما لم يتابعها عليه أحدا سوى أختها حفصة، فتضاربت أقوالهم في علاج ذلك. فمن فمن قائل وهم الأكثر إن القصة كانت رخصة من رسول الله صلى الله عليه وآله لسالم وسهلة خاصة، هاي الأغلبية يقولون، فلا يجوز تعميمها أو القياس عليها، ولا يحل لأحد غير سالم أن يرضع وهو كبير من المرأة الأجنبية. هاي أغلبهم يقولون هذا الكلام. هسه بعد احنا البقية اللي يقولون هذا كذب وهذا صح وهذا مو صح وهذا مدري شنو، ما ندري. إذ قال ورد على هؤلاء جمع منهم أبو بكر ابن العربي، إذ قال: لو كان ذلك خاصة بسالم لقال لها: ولا يكون لأحد بعدك، كما قال لأبي بردة في الجذعة. التعليق الممجد لعبد الحي اللكنوني أو اللكنوي الجزء الثاني صفحة 579 عن أبي بكر بن العربي. ومنهم الشوكاني والعظيم آبادي، إذ قال في مقام البحث: وأجيب بأن دعوى الاختصاص تحتاج إلى دليل، ولو كانت هذه السنة مختصة بسالم لبينها رسول الله صلى الله عليه وآله، كما بين اختصاص أبي بردة بالتضحية بالجذع من المعز، واختصاص خزيمة بأن شهادته شهادة رجلين. نيل الأوطار للشوكاني جزء السابع صفحة 119، وعون المعبود للعظيم آبادي جزء 6 صفحة 47. على أن تثبيت أن القضية قضية عين خارجية يؤول إلى تجريم عائشة لتعميمها الحكم الخاص، وكان عليها التحري قبل أن تفتي، ولا أقل من الاحتياط، سيما مع مخالفة سائر نساء النبي صلى الله عليه وآله لها، وذكرهن الرخصة الخاصة لسالم على ما ادعت. ومن قائل، يعني هذا أقوالهم، هم يقولون إن الرخصة إنما كانت لأزواج النبي صلى الله عليه وآله، فإن لهن أن يرضعن الكبير أو يأمرن بإرضاعه ليدخل عليهن، وليس لسائر الناس ذلك. وهذا قول معمر الذي رواه عن عبد الرزاق الصنعاني إن أزواج النبي صلى الله عليه وآله إذا أرضعن الكبير دخل عليهن، فكان ذلك لأزواج النبي صلى الله عليه وآله خاصة، ولسائر الناس لا يكون إلا ما كان في الصغر. نجده في مصنف عبد الرزاق الصنعاني الجزء السابع صفحة 467. وهذا كما ترون من أفظع ما قيل، ولعل الحامل لهم عليه إقدام عائشة على الإرضاع
بنفسها فعلا على ما حكاه بعضهم. فقد قال الطاهر بن عاشور في التحرير والتنوير الجزء الأول صفحة 923: وكانت عائشة أم المؤمنين إذا أرادت أن يدخل عليها أحد الحجاب أرضعته. هي هي ترضع. تأول ذلك من إذن النبي صلى الله عليه وآله لسهله. وقال موسى شاهين لاشين في فتح المنعم شرح صحيح مسلم جزء الخامس صفحة 622: وكانت عائشة رضي الشيطان عنها ترى إن إرضاع الكبير يحرمه، وأرضعت غلاما فعلا، وكان يدخل عليها، وأنكر بقية أمهات المؤمنين ذلك. ولسنا ندري كيف أرضعت عائشة الغلام وليست ذات لبن، لأنها لم تحبل ولم تلد، إلا أن يقال إن ذلك يتفق أحيانا بسبب تغييرات أو اختلالات هرمونية، هاي خطية الهرمونات عندها في جسد المرأة توجب إدرار اللبن من الثدي. وعلى أي فإنها كانت قد كشفت ثديها أو ثديها وأرضعت الكبير بنفسها ثم جعلته يدخل عليها وسوأتاه. هاي بعد هذا رقمح من فعل. ومن قائل إنها دعت الحاجة، إنه إذا دعت الحاجة لرضاع الكبير فلا بأس، وإلا فلا. وهذا قول ابن تيمية، أنه يعتبر في الصغر، يعتبر في الصغر في الرضاعة، إلا إذا دعت إليه الحاجة كرضاع الكبير لا يستغنى عن دخوله على المرأة وشق احتجابها عنه، مولى كحال سالم مع امرأة أبي حذيفة. فمثل هذا الكبير إذا أرضعته للحاجة أثر رضاعه، وأما من عداه فلا بد من الصغر. نجده في سبل السلام لابن حجر العسقلاني الجزء الثالث صفحة 215 عن ابن تيمية واستحسنه. والقول بذلك يستلزم اطلاع الأجنبي على عورة المرأة ومسه لها بشفتيه ولسانه، وذلك عند هؤلاء مباح في هذا المقام. ولم يمنعه الألباني المعاصر في إحدى دروسه بدعوى أنه يكفي المرأة كشف مقدار حلمة الثدي فقط، قائلا: لا مانع عندي، هذا السافل الألباني، من أن يكون الرضاع مباشرة من الحلمة، لأن الفتنة إنما هي في إظهار الثدي الممتلئ، أما الحلمة فهي سوداء قاتمة. يا قال لك سوداء قاتمة، وهاي سمعناه ذلك من إحدى أشرطة دروسه بصوته هذا السافل. وغاب عن الأحمق هذا أن الحلمة أكثر مواضع الفتنة في ثدي المرأة، كما أنها ليست دائما سوداء، بل تكون عند كثير من النساء زهرية اللون. كما غاب عن هذا الأحمق أن الفتنة إنما هي في مص الرجل البالغ حلمة المرأة، فكذلك كفيل بإثارة شهوته وشهوتها على السواء. وكيف يتوقع أن ينظر زوج المرأة إلى هذا المنظر ولا تشتعل غيرته إلا أن يكون ديوثا مثلا. ومن قائل وقد خلص نفسه وسلم لعائشة إن رضاع الكبير جائز للجميع إن دعت إليه الحاجة. شنو هي الحاجة؟ تدعي بين واحد يخلي مرته ترضع واحد رجل كبير، ما أدري إن دعت إليه الحاجة أم لم تدعو، وإنه يفيد رفع الاحتجاب. ومن هؤلاء ابن جريج وابن حزم وداود وابن الموازي المالكي. راجعوا فتوى الباري في شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني الجزء التاسع صفحة 122. ولو إن هؤلاء السفهاء تدبروا قليلا لعرفوا أن قصة سالم وسهلة مجرد اختلاق جاءت به عائشة، ذلك أن جميع أخبارها انتهت إليها وحدها، بس هي التروي إلا المرسل منها، وما لا تستقيم نسبته إلى أبي حذيفة لكونه قد مات مبكرا في اليمامة، ولا ريب أنه عائد إليها أيضا. وهذا الانحصار بعائشة مما يبعث في النفس الشك في صحة أصل القصة وثبوتها، وإلا فلماذا اقتصرت رواياتها على عائشة دون أحد من الناس؟ وإليكم البيان.
فقد روى أحاديث وأخبار رضاع الكبير كل من ذول اللي رووا هذا الموضوع رضاع الكبير. البخاري في صحيحه عن عروة بن الزبير عن عائشة. مسلم في صحيحه عن القاسم بن محمد عن عائشة. أحمد بن حنبل في مسنده عن عروة والقاسم عن عائشة. النسائي في سننه عن عروة والقاسم وزينب بنت أبي سلمة عن عائشة. ابن ماجه في سننه عن عمرة بنت عبد الرحمن والقاسم عن عائشة. أبو داود في سننه عن عروة عن عائشة. الدارمي في سننه عن عروة عن عائشة. ابن حبان في صحيحه عن عروة عن عائشة وآخر عن عروة مرسلا. الطبراني عن زينب وعروة والقاسم عن عائشة وآخر عن القاسم عن سهلة لكنه في حكم المرسل. نعم. الحاكم في مستدركه عن عروة وعمرة والقاسم عن عائشة وآخر عن عمرة عن سهلة لكنه في حكم المرسل. ابن الجارود النيسابوري في منتفاه عن عروة عن عائشة. ابن راهويه في مسنده عن عروة عن عائشة وآخر عن القاسم مرسلا. عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه عن القاسم وعروة عن عائشة. مالك ابن أنس عن عروة مرسلا. ابن سعد في طبقاته عن القاسم وعمرة مرسلا. الشافعي في مسنده عن عروة مرسلا. فها أنتم ترون كيف أن جميع الطرق تنتهي إلى عائشة. والمرسل إنما هو عمن أخذ عنها هذا الحديث بعينه، فهو إذن عائد إليها وعليه. هل يستقر في النفس أن تكون واقعة كهذه مقصورة علمها على عائشة دون سائر الناس؟ مستحيل. ولا يقال إن قول أزواج النبي صلى الله عليه وآله لعائشة والله ما نرى هذا إلا رخصة أرخصها ورسول الله صلى الله عليه وآله للسالم خاصة، فما هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة ولا رأينا دليل على أن القصة ثابتة فإنهن لم ينكرن. إذن الجواب خاف واحد يعني يقول إذن الجواب إنما هذا حديث عائشة هي اللي تروي تقول قال النساء النبي أو من أخذ عنها وهو عائد إليها فلا حاجة فيه، وإن احتج فيه أو به فيحمل على أنهن رددن على عائشة على تقدير صدقها فيما تدعي للحن الحديث إذ فيه قولهن والله ما ندري لعلها كانت رخصة، ولم نجد إحداهن تروي القصة استقلالا بغير أن يكون في معرض الجواب والإباء على عائشة لعنة الله عليها. فمن مجموع ذلك علمنا أن القصة من مخترعات عائشة، وإلا هل يصدق أو يصدق عاقل أن دعوة كهذه لإرضاع الرجل الكبير ذو اللحية تصدر من النبي؟ حاشاه صلى الله عليه وآله، مع أنها تصادم أحكام القرآن والشرع بالفطرة بانتهاكها حرمة المرأة كما مر عليكم. قال القرطبي في قوله فإنما الرضاعة من المجاعة تثبت قاعدة كلية صريحة في اعتبار الرضاعة في الزمن الذي يستغني به الرضيع عن الطعام باللبن، ويعتضد بقوله تعالى لمن أراد أن يتم الرضاعة، فإنه يدل على أن هذه المدة أقصى مدة الرضاع المحتاج إليه عادة المعتبر شرعا، فما زاد عليه لا يحتاج إليه عادة فلا يعتبر شرعا، إذن لا حكم للنادر. وفي اعتبار إرضاع الكبير انتهاك حرمة المرأة بارتضاع الأجنبي منها للاطلاع على عورتها ولو بالتقام ثديها. فتح الباري في شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني جزء 9 صفحة 121 عن القرطبي. ولسنا بحاجة إلى التذكير بأن قضية رضاع الكبير التي جاءت بها عائشة ظلت إلى اليوم خنجرا مسموما
لليهود والنصارى في خاصرة الإسلام، وخدشا في شخصية النبي صلى الله عليه وآله حاشا، وانتهاكا لكرامة النساء المؤمنات أو المسلمات. وقد افتعلت عائشة كل ذلك واختلقته لأجل إشباع نهمها وولعها بالرجال، أولئك الذين أدخلتهم بيت النبوة بلا إذن شرعي، ورفعت بينها وبينهم الحجاب، وتبادلت معهم أطراف الحديث بكل استئناس وخنا، ضاربة وإياهم بعرض الحائط قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا، فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق، وإذ سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، إن ذلكم كان عند الله عظيما. الأحزاب 54 بعد البسملة. هذه الأدلة والبراهين والأحاديث من كتب المخالفين، كلها من كتبهم وكتبهم، بأن الرضاع هذا فتوى شيطانية من مرأة سافلة ساقطة بذيئة لا تحب سوى الجنس والرجال. هذا الكلام اللي تكلمنا به عن موضوع رضاع الكبير، وإن شاء الله في الحلقات القادمة سنبين أكثر وأكثر وأكثر. في الختام نقول: وفقنا الله تعالى وإياكم لصالح الأعمال، وسددنا في المقال، وأعاننا على أمر الدنيا والدين، وجعلنا الله تعالى وإياكم من الذين إذا أعطوا شكروا، وإذا ابتلوا صبروا، وإذا أساءوا استغفروا، وجعل ما وهبه لنا من الإيمان والتوحيد له والائتمام بالأئمة المعصومين صلوات الله تعالى عليهم أجمعين مستقر غير مستودع، إنه جواد كريم. أي إنسان يسأل أو يريد يعرف عن موضوع رضاع الكبير يسمع هذه الحلقة والحلقات السابقة من هذا البحث الجميل جدا. جزاكم الله خير، لا تنسونا بالدعاء والزيارة، وإن شاء الله نلتقي في حلقات قادمة ونكمل هذا البحث حتى نبدأ ببحث جديد. لا تنسونا بالدعاء. جزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.